6 ساعات فقط كانت كافية لتأجيل النصر الذي قيل أنه منتظر، وكانت الهزيمة. دول 5 تسقط في ساعات 6 لتبدأ دورة جديدة للتاريخ مع العرب من هنا ومع هؤلاء. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. أن الشرف أصيب بنفسه، أن العرب خسروا معركة، لكن يحكم علينا التاريخ كخونة، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النكسة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل الهزيمة أبدا. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. رد الفعل كان سريع جدا، وطبعا القرار الأول في الميدان العسكري هو إرسال قوات جزائرية للوقوف مع الإخوان في مصر. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. كل حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شيء واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. هو كان بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف انه ارسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب الى القاهرة، ومن القاهرة ذهب الى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض أنه هذا سيأتي على يعني أعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال
فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب$200 مليون، دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها ال$200 مليون يعني 200 مليون، يعني كأنك في ذلك الوقت، كأنك في ذلك الحين تدفع $2000 مليون، يعني $200 مليون في ذلك في 67، أكننا الآن ندفع $2000 مليون دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا. جمال عبد الناصر ينتهز فرصة انه الرئيس عبد الرحمن عارف رئيس العراق قال انه عاوز يروح يتكلم مع القياده السوفيتيه، لانه يعني لازم يدوا له اسلحه اكثر من لنا، وادوا له اسلحه دفاعيه، الكلام اللي كان بيتقال في ذلك الوقت. الامريكان بيدوا الاسرائيليين اكثر، فعبد الرحمن عارف قرر يروح. فلاقي ورقه قدامي بخط جمال عبد الناصر بيقول فيها ايه؟ بعتها لبوميديان، وهي بتوري اسلوبه في التعامل، وانا لانه بعض الناس يتصوروا انه كان بيأمر، لكن بيبعت لبوميديان بيقول له عندي راي، وهو سفركم مع الرئيس عبد الرحمن عارف الى موسكو وابلاغهم ان الموقف السوفيتي المتردد سيضر بنا ولا بد من مساعدتنا لاستئناف الحرب، ما رايك؟ برد عليه بوميديان. هنا جمال عبد الناصر قصد، هم بيشتكوا، مراد غالب بيقول من فضلكم يا جماعه وقفوا الكلام ده كله اللي حصل في القاهره واللوم والعتاب واللي موجود ظاهر في بيروت وفي غير بيروت وفي دمشق وكل حته. فاحنا بنقول له اصبر من فضلك اهدى، لكن ما حدش من عندنا بيتحرك، واخدين سياسه ضبط النفس وعدم الترامي، لكن بنسيب عبد الرحمن عارف عايز يروح بنقول له من فضلك روح، وبعدين بنقول لبوميديان روح معاه. وفي قصد من هذا انه هنا في دولتين ما هماش مشتركين مباشره في المعركه، ما عندهمش ضغط وجود ارض محتله، ثم كلا الدولتين دوله بتروليه غنيه، ثم كلا الدولتين موجوده في موقع حاكم، العراق موجوده في هذا الموقع الذي هي فيه في الخليج على رأس الخليج، والجزائر موجودة في وسط البحر الأبيض وفي امتداد المغرب العربي. فبدل احنا ما نروح بيروحوا هم، بيروح عبد الرحمن عارف وبيروح بوميديان، ويروحوا. وانا اشرت من قبل للمحضر بتاع مقابلاتهم هناك في موسكو، واظن انه انا كل ما ارجع اقرا هذا المحضر تاني، وده محضر بعتولي تكرم، بعتولي الرئيس بوميديان لانه كان عارف ان انا مهتم، لكن أنا ألاقي في هذا المحضر أشياء إحنا ما كناش نقدر نقولها في ذلك الوقت. ألاقي في مشهد المشهور اللي أنا أشرت له كذا مرة، وهو إنه بوميديان الرئيس عبد الرحمن عارف بطبيعته كان رجل خجول وهادي يعني ما بيتكلمش كتير قوي وصوته خفيض. كان بوميديان كان قضية ثانية. بوميديان قائد جيش التحرير الجزائري، بوميديان أزهري قديم تعلم في الأزهر، بوميديان ثوري عاش الثورة في الداخل، وبالتالي كان قادر يتكلم كثوري لا يستطيع أن يعني مع عبد الرحمن عارف كانت ميزته انه اخو عبد السلام عارف وقد تلاه. يظهر حكايه من يتلو دي حكايه قديمه عندنا قوي موجوده في المواريث العربيه، لكن بوميديان قضيه ثانيه، ده قائد جيش التحرير الثوري، ده كذا ده كذا الى اخره. فبوميديان كان قادر يقول كلام ما حدش يقدر يقوله. هو ده اللي طلع شيك ب100 مليون جنيه استرليني وقال لبريجنيف اذا كانت مساله ثمن سلاح متاخرين في اقساط دفع سلاح، ادي بندفع ثمن سلاح مقدما، ادوا له سلاح. وبريجنيف بيرجع له الشيك بيقول له ده كلام ما نقدرش نعمله، ما الاتحاد السوفيتي محتاج السلاح يعني. بعدين بيقول له ايه؟ كوسيجن بيتكلم، وكوسيجن انا لاقيها قدامي في المحضر، مرات كوسيجن يبقى عنده تجي له، انا شفتها كتير في المفاوضات، عنده موجات سينيسيزم، عندنا ساركازم. قالوا احنا اديناكم احسن اسلحه عندنا في الاتحاد السوفيتي وانتوا سلمتوها للاسرائيليين، احنا اديناكم احسن طيارات واديناكم احسن دبابات واديناكم كذا والسلاح اللي انتوا بتشتكوا انه ده ناقص عندكم ومش كافي ومش كفء كمان الفيتناميين بيحاربوا فيه. فبوميديان ما حدش كان ممكن يرد عليه، يقول له يا سيدي سياده الرئيس نحن قوم لا نعرف الا قياده الجمال الابل، تعالوا ورونا ايه اللي تقدروا تعملوه لنا معانا. فابو كوسيجن يفاجئ يقول عاوزين نيجي نحارب معاكم، ما عندناش معاكم، تعال ابعتوا خبراء، ابعتوا قوات دفاع جوي في هذه اللحظه. حقيقه انه
الكلام اللي قاله موبيديان وفي مفاوضات، الكلام ما كانش كله بحده بهذه الطريقه، لكنه في ناس راحوا مصر بعيده، لكن في ناس راحوا ابلغوا الاتحاد السوفيتي ان هناك حاله استياء عربي من ترددهم الى اخره. لكن احنا في هذا الوقت ساكتين. هذه الامه العربيه استعملت كل الاسلحه حتى تقول بانها خسرت المعركه. لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل وسائل بتاعنا. ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل الاسلحه